اعلى 5 دول بيجيبوا ذهب في الافراح. هبتدي بالهند. برافو عليك، والهند رقم 1 في القايمه طبعا. وتخيل بيجيبوا قد ايه؟ لا مش عارف. بيجيبوا من 2000 ل 3000 جرام ذهب، يعني من 2 كيلو ل 3 كيلو ذهب. ليه ان شاء الله بيجيبوا فلوس دي منين؟ الله اعلم. حاجات في اوروبا؟ ما اظنش اوروبا بيجيبوا. لا امريكا. امريكا رقم 5 في القايمه، هما بيجيبوا من 10 ل 20 جرام، وانا مش عارفه ازاي ده نسبه كبيره، بس الاغلب ان الذهب ده اصلا بيبقى في الخاتم الالماظ نفسه، يعني الخاتم نفسه بيبقى ذهب وبيبقى عليه الالماظه بقى. ده غير الالماظ. ده اسمه الباند، يعني الرينج باند بيبقى ذهب. طب تمام، بس يعني طلعوا متواضعين شويه الامريكان. هو رقم 5 في القايمه. طيب في حاجه في اوروبا. موناكو؟ لا حاجه يعني بلد متوسطه للعالم ما بين اوروبا واسيا. ما بين اوروبا واسيا. تركيا. برافو، تركيا رقم 3 في القايمه، وبيجيبوا من 100 ل 300 جرام ذهب. ده الناس ده بجد ده؟ بجد؟ لا بتهزري. لا بجد والله. 300 جرام ذهب. من 100 ل 300 جرام. انا عايزه اقول لك بس ان في مصر في ارقام ضخمه في الذهب، انا ما عنديش الصراحه علم عن في مناطق معينه بيجيبوا كام بالظبط. الحمد لله انت ما عندكيش علم. الحمد لله. بس الناس تقول لنا بقى في الكومنتس بيجيبوا ذهب قد ايه. فاضل لك رقم 2 ورقم 4. في اسيا هم صح؟ في اسيا الاثنين. دول ايه يعني؟ في حاجه اوبفيس جدا. ده جبتها ازاي دي؟ لا ما اعرفش، ده بالحظ كده ما اعرفش. الصين رقم 4 في القايمه، وبيجيبوا من 50 ل 200 جرام ذهب. بس انا معرفتي عن الصين ان هم ناس محترمه. محترمه. لا عادي، متواضعين يعني. ليه الجحد يعني؟ ممكن جهد. ايه الجهد ده؟ جاي من الجحدانيه يعني. الجحد اصلا. انت اسكت خالص. لا يمكن في افراحهم بيبزخوا يعني. حاجه بقى اوبفيس جدا اللي كنت بقول لك عليها. في اسيا برضو. ها؟ في اسيا. الفلبين. فلبين ايه؟ فلبين دول افقر خلق الله. انت بتقول ايه؟ طب ايه طيب؟ دي لو ما جبتهاش تبقى عيب خلاص قوي. انتي. الامارات رقم 2 في القايمه، ومعرفش انت ازاي ما خطرش على بالك. مستحيل يخطر في بالي الامارات. هعرف ليه ازاي بجد الامارات ما تخطرش على بالك؟ والله ولا تخطر في بالي. ازاي اقول يعني ازاي هقول الامارات؟ ايوه طبعا. طب الامارات رقم 2 في القايمه، وبيجيبوا من 200 ل 500 جرام ذهب في الافراح. يا لهوي. يلا ربنا يعين الجميع. يعينكم.